عارف الكمبيوتر لما بيهنج بتعمل له ريستارت؟ طب جسمك بقى شغال طول السنه من غير بريك. شهر رمضان هو زرار الريستارت في جسم الانسان، وده اللي محدش قاله لك عن الصيام. وفي اخر الفيديو هديك برنامج غذائي كامل لشهر رمضان، 1500 سعر حراري مناسب لخساره الدهون ومجانا عشان شهر رمضان، فخليك معايا للاخر. هو انت صايم ليه؟ اكيد اول اجابه هتيجي في دماغك عشان الصيام فرض وعباده وامتناع عن الاكل والشرب، وده كلام مظبوط تمام. بس خليك معايا شويه عشان اكلمك عن الصيام بطريقه مختلفه عمرك ما سمعتها من حد تاني. انت متخيل اصلا ان جسمك مستني رمضان كل سنه عشان يعمل ريستارت كامل؟ مش ريستارت روحاني بس، ده جسدي وعقلي ونفسي كمان. تعال اقول لك ازاي. اول حاجه الصيام وضبط المصنع للجسم. اول حاجه بتحصل لجسمك بعد صيام 12 ساعه من غير اكل انه يدخل في حاله اسمها اوتوفجي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني جسمك يبدا ينظف نفسه من الخلايا التعبانه والتلف، زي ما تكون عامل ديب كلين لجسمك من جوه. والعمليه دي بتقلل الشيخوخه وبتقلل فرص الاصابه بامراض مزمنه وبتخلي جسمك اهدى وادائك بعد الاكل بيبقى احسن. يعني انت مش بس صايم، انت فعليا عامل صيانه عامه لجسمك كله. طب وايه علاقه المخ بالموضوع؟ الصيام بيزود بروتين مهم جدا اسمه BDNF، وده مسؤول عن الذاكره والتركيز وحمايه المخ من امراض زي الزهايمر. يعني انت وانت صايم تركيزك بيعلى ودماغك بتصفى واستيعابك بيبقى احسن. ولسه الصيام كمان بيريح الجهاز الهضمي. رمضان بقى بيجي يقول للجهاز الهضمي كله خدوا بريك. تحسين السكر في الدم فايده ما تتحسش بس مهمه جدا، بيحسن حساسيه الانسولين. واخر حاجه النفسيه والمزاج. الصيام بيقلل هرمونات التوتر وبيزود هرمونات السعاده. الخلاصه الصيام ريستارت كامل. ودلوقتي هديك الهديه اللي قلت لك عليها في اول الفيديو، برنامج غذائي بسيط لخساره الدهون وسعراته 1500 سعر حراري. ومع الصيام والاكل الصح رمضان ممكن يكون اقوى بدايه تغيير في حياتك. ولسه الصيام كمان بيريح الجهاز الهضمي، معدتك وامعائك ودوره الجهاز الهضمي شغاله طول السنه، فطار سناك غدا عشاء مفيش راحه. رمضان بقى بيجي يقول للجهاز الهضمي كله خدوا بريك. البريك ده بيقلل الالتهابات والانتفاخات والحموضه وبيحسن الجهاز الهضمي بشكل عام. يعني معدتك نفسها بتشكرك وانت مش واخد بالك. وتنظيم السكر في الدم فايده ما تتحسش بس مهمه. الصيام كمان بيساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وتقليل نسبة الهيموجلوبين A1C أو السكر التراكمي. بيحسن من حساسية الأنسولين، يعني جسمك بيعرف يستخدم السكر بشكل أحسن. يعني صيامك مش بس أجر، ده وقايه مستقبليه كمان. واخر حاجه النفسيه والمزاج. رغم الجوع والتعب هتلاقي ناس كتيره جدا في رمضان نفسيتها هاديه ومتصالحه احسن مع نفسها، والسبب ان الصيام بيقلل هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول وبيزود هرمون السعاده اللي هو السيروتونين. الصيام مش بس عباده، الصيام ريستارت كامل لجسمك ونفسيتك ومخك. كل اللي اتقال ده انت بتعمله في الكام ساعه اللي بتصومهم على مدار 30 يوم، وصدقني اللي قلناه ده لسه ما يجيش حاجه من فوائد كتيره جدا هنتكلم عنها واحده واحده مع الوقت. طيب بعد ما عرفنا ان الصيام ريستارت للجسم كله، نيجي بقى للسؤال المهم اللي الناس كلها بتساله، افطر ايه عشان اخس؟ وهنا هديك المفاجاه اللي قلت لك عليها في اول الفيديو، نظام كامل 1500 سعر حراري لخساره الدهون، بروتين 130 جرام، كربوهيدرات 150 جرام، ودهون من 40 ل 45 جرام. النظام ده بيساعد على الحفاظ على الكتله العضليه ونزول الدهون وبيشبع احسن. النظام ده معمول للحفاظ على الكتله العضليه وخساره الدهون والشبع ويديك طاقه احسن في رمضان. الفطار 2 تمره وطبق شوربه خضار او عدس، 150 جرام بروتين اي حاجه بقى، فراخ لحمه سمك، وكوب نشويات حوالي 100 جرام، رز ابيض او بطاطس او مكرونه، وطبق سلطه كبير بمعلقه صغيره زيت زيتون. الفطار ده متوازن، فيه بروتين والياف ونشويات من غير ما يكسر الدايت. بدائل الفطار في البروتين 3 بيضات او علبه تونه متصفيه، النشويات رغيف بلدي صغير او 2 توست بني، ممكن تاخد سناك فيه ثمره فاكهه زي تفاح او برتقان او موز ومعاه مكسرات. السحور بقى البروتين هيكون 2 بيضه كامله معاهم 2 بياض او 150 جرام جبنه قريش او زبادي يوناني، ونص رغيف بلدي او شريحه توست بني، وخيار او خضار، ومعلقه صغيره زيت زيتون او زبده فول سوداني او شويه مكسرات. السحور اهم وجبه عشان يمنع الجوع والتعب اثناء الصيام. بدائل السحور بقى شوفان زائد لبن لايت، فول بس كميه صغيره ومن غير زيت كتير. الميه من الفطار للسحور على الاقل من 2 ل 3 لتر ميه، وما تشربهمش مره واحده كلهم على السحور، وزعهم على مدار الوقت من الفطار للسحور. حاجات هتقللها لو عايز نتيجه في البرنامج ده، المقليات والحلويات والعصاير والمشروبات الغازيه. اوعى تصوم ل 14 ساعه وتبوظهم في نص ساعه. ال 1500 سعر حراري ده مثال عام، في ناس محتاجه سعرات اقل وناس محتاجه سعرات اكتر، عشان كده الافضل برنامج متفصل على نشاطك وجسمك. لو حاسس ان الحسابات اللي انا قلتها دي ملخبطاك او مش عارف تبدا منين، تقدر تبعت لي رساله واظبط لك سعراتك واعمل لك نظام يناسبك واتابعك خطوه بخطوه. ومع الصيام والاكل الصح والتمرين والنوم كويس، رمضان ممكن يكون اقوى بدايه تغيير في حياتك. واوعى تستلف راحتك على حساب صحتك، لان صحتك اغلى ما تملك. سلام.